عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هبدأ معاكم نعمل الغدا ان شاء الله الاول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. هنا جبت طاسة على النار، نحط لها شوية زيت. وجبنا هنا جبت بصلتين كده، هو وسط، وضربتهم في الكبة نحطهم في الطاسة. يعني مش مفرومين قوي يعني. ونحط شوية فلفل اسود، نحط شوية ملح، شوية كمون. مفيش كمون خلاص، نقلبهم كده مع بعض. دي الصينية دي عايزة تتغسل يعني، بس انا منقعها في شوية مية. الحوض مليان فحطها هنا على البوتاجاز. معلش طفيت انا البوتاجاز عشان الوقت صحي يعني وكده. بس احنا وصلنا لغاية حطينا فلفل وملح وشوية كمون، وهنا نحط اسمه ايه ده، توم. في حدود معلقة توم صغيرة. ونجيب معانا فلفل اخضر، نقطعه كده صغير زي ما انتم شايفين، 3/4 يعني قرون كده اهو فلفل. بس نحطه
هنفضل نشوحهم كده شوية لغاية ما الفلفل يدبل معانا. هنا حطينا بصلتين مفرومين، وبعد كده ملح وفلفل وكمون، وبعد كده حطينا الفلفل الاخضر ده، يعني اي كمية انت عايزاها فلفل اخضر، يعني مش شرط 3 فلفل. امبارح ما كملتش الفيديو، انا ما كملتش الروتين معاكم بس عشان كنت تعبانه شويه يعني، فما عملتش حاجات كتير. عملت بس الصاله وحميت العيال ووصلت المواعين وعملت لهم عشاء يعني، والغدا كان فيه غدا باقي. بس هنا هجيب اسمه ايه دوت، اللهم صل على النبي، الكبده بتاعت الفراخ تقطعها صغير عشان العيال يعني يتقبلوها ياكلوها يعني. انا العيال عندي مش بياكلوها لما بسلق الفرخه، يعني مش بياكلوها، بسلق الفراخ ما بياكلوهاش، فانا بحوشهم زي كده اهو، بحطهم في كيس في الفريزر، كل ما نجيب زي كده اطلع الكبده راح احطها في الكيس يعني. فحوشتهم كميه فقلت اعمل لهم غدا النهارده وخلاص يعني، مش حاجه زي كده تقطعيه صغير وبعد كده تحطيه معاه. ياخدوا تشويحة مع الفلفل والبصل والتوابل، بعد كده احط طماطميتين كده وسط. هاي ابو محمود، ها عندي ايه. معلش سبتكم بقى، رحت شفت الباب خبط يعني. بس عشان ما اطولش عليكم، ياخدوا تشويحتين كده اهو مع بعض يعني، بعد كده احط الطماطم، بعدين برجع اوريها لكم عشان هطول عليكم كده. دي بعد ما حطينا الطماطم فيها تبقى بالشكل دوت،
يستووا مع بعض وبعد كده ابقى اوريهم. وهنا هعمل معاكم شوية مواعين كده سريعة، بس هجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم يعني. خلصنا البوتاجاز، غسلناه، وده شكله في النهاية يعني. شكل الكبدة بعد ما خلصت. يعني لما يكون في يوم كده هم مش عارفة تعملي لهم ايه في البيت، تتصرف يعني. فحلو لما تحوشيها زي كده وتعمليها مرة كده اهو أكلة يعني. تحوشيهم في التلاجة وتعمليها أكلة في يوم، وطعمها حلو مش وحش يعني. دي شكلها في النهاية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. السلام عليكم. هنا هعمل معاكم اللهم صل على النبي. شفت طريقة على اليوتيوب يعني، اللي هي تحول الدهنة إلى سمنة بلدي يعني. فقلت اما اجرب الموضوع ده يعني، انا شاكه فيه الصراحه يعني. هتطلع دهنه هي اصلا في الاخر. فقلت والله لما اجربها يعني اجربها معاكم. فانا محوشه كده هو الدهنه دي من اللحمه يعني. كل ما نجيب لحمه بحوشها يعني وبديها لحد يعني. فقلت احوشها في مره واشوف يعني نعملوها يعني الطريقه دي. لو صح بتتحول لسمنة يعني، انا هقول لكم الصراحة لا مش بتتحول للسمنة يعني، هي نفس الدهنة. فهقول لكم يعني عشان في ناس كتير عملتها وبتحلف ان هي سمنة بلد والكلام ده. فانا هعملها معاكم واشوف يعني صح الكلام ده ولا لا يعني. هنا جبت الحلة وقطعت فيها الدهنة دي وولعت عليها، بس اول ما تغلي توطي عليها. بعد ما يعني تقوم بالغليان زي كده توطي النار عليها، وتفضلي كل شوية تقلبي فيها عشان ما تتحرقش منك. استنى بس اجيب معلقة. جبت معلقة كده وتفضلي تقلبي فيها يعني عشان ما تتعملش. هي هتنزل مية طبعا. وتحطي سنة ملح كده، سنة صغيرة. دول اقل من كيلو يعني، ما يطلعوش كيلو. انا قلت اشوف يعني لو صح طلعت سمنة نجيبه ان شاء الله ونعمل اهو توفير يعني. لا ما طلعتش سمنة وكده مش عارفة الصراحة يعني هتبقى ايه. انا بجرب معاكم ونشوفه في الاخر هتطلع صح كده ولا لا يعني. تفضل تقلبي فيها يعني. بعد ما تشرب المية تحط لها شوية مية تاني. انا هبوريكم يعني معاكم يعني على الفيديو كده. ايوه ماما عايزة ايه؟ ماشي اعمل. بس تتسلق خالص كده وبعد كده هوريكم. بس ايه كل شوية تفضل تقلبي فيها يعني لغاية اما تتسلق معاكي جامد. وبعد كده هنضربها في الكبة يعني. وهنا قلت اما اشوفها. بصوا انا عبيت يعني. قلت بدل ما اروح واجي كل شوية عليها واقلب، حطيت يعني نص الحلة دي مية لغاية اما اتشربت اهي يعني. باقي شوية بس يعني. فشوية دول هنسيبوها تبرد. هطفي عليها انا ونسيبوهم يبردوا. بعد كده هضربهم في الكبة. هنا بعد ما ضربتهم في الكبة يعني بقوا بالشكل ده.
بس ونروح بعد كده نحط اللبن. انا هحط يعني اقل من نص كيلو، كوباية يعني، ممكن كوباية شاي اللي هي المج دي يعني، اللي بنشرب في الشاي. بس نسيبهم يغلوا كده مع بعض شوية، ونشوف بعد كده هنعمل ايه تاني، يعني نشوف بعد كده شكلهم هيبقى ازاي. ده وصلت بالشكل دوت يعني، فضلت اقلب فيها لغاية اما بقت كده، فصل بتاع دوت الدهن عن الفوق ده. بس على فكرة ما فيش ولا سمنة بلدي ولا سمنة هلندي حتى يعني، هي نفس الدهن. ومش عارفة الناس يعني بتضحك كيف على الناس، يعني مش عارفة. هي ممكن يكون، مش عارفة، بشم المعلقة ما مش لاقية سمنة بلدي. يقولوا قال دي المرتقل اللي من تحت دي، مرتة ايه؟ الدهنة هي الدهنة طبعا، مستحالة تكون سمنة بلدي يعني عشان حطينا لها شوية لبن مثلا. هي ولنفترض ريحتها مثلا كده، ده بالطعم يعني مفيش، يعني عايزة ادوق المعلقة كده، مفيش. لا دي دهنة دي اصلا، يعني طعمها طعم الدهنة باين يعني، مفيش ولا سمنة بلد ولا سمنة هلندي حتى يعني. بس انا الصراحة بقول لكم الصراحة يعني، ما بحبش الكذب يعني، لان ازاي يعني السمنة الدهنة تتحول لسمنة بلد ازاي يعني؟ استحالة طبعا. واصلا وصفة يعني، انا شفت اليوتيوب كله بيتكلم عنيها، مش عارفة ازاي هما بقيت معاهم سمنة بلد ازاي يعني، مع ان نفس الخطوات يعني هي يعني زي ما انتوا شايفين، فصل اهو الدهن عن الدهن اللي تحت بس. انا وسخت الحلة يعني انا مش بحب الدهنة يعني، استغفر الله العظيم، يعني هي نعمة ربنا يعني. يعني انا قصدي على ان هي ايه، اتعملت، بس انا قلت يعني عايزة اجربها علشان ناس كتير ما تعملهاش يعني، تغرم وتشتري دهنة وتشتري لبن وبعد كده تعملها على اساس ان هي سمنة بلد، بس مش هتطلع سمنة بلد. يعني حرام يعني، بدل ما تشتروا لبن وتشتروا دهنة وبعد كده تطلع هي دهنة، نشتروا سمنة من بره وخلاص يعني، على كد يعني، على كد الشهر، بدل ما نغرم حاجات تانية. هي فعلا فصلت الدهنة اللي تحت عن يعني البتاع دوت، الدهنة نفسها نزلت تحت، والسمنة بتاعتها بس هي اللي فوق يعني، اللي هي الدهنة برضو يعني. وبراحتكم والله يعني، اللي عايز يجيب ويجرب ويعمل هيخسر نفسه على الفاضي يعني. والله طلعت سمنة بلدي ولا سمنة هولندي؟ اه انا قلت اجربها عشان بس الناس كتير تعرف ان ده مش صحيح اصلا يعني. هذا هو البرطمان جبت برطمان يعني ونشفته وكده، غسلته وحطيت فيه هو دهنة اصلا مش سمنة. ف والله اللي عايز يجربها يجربها، بس هيتعب يعني على الفاضي يعني، لان هي مش سمنة بلدي خالص. بس وعبيتها هنا في البرطمان واعطيها يعني لاي حد يكون
يعني بيحط دهنة في الاكل بتاعه، انما انا صراحة ما بحبهاش يعني في الاكل. بس واللي عايز يجرب يجربها يعني. وكده ختمنا معاكم الفيديو، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.